نخش في التفاصيل اللي في الديتيلز على طول في السوبر، وكل واحد هيقول اللي حاسه بالظبط، مفيش اي دبلوماسيه على الاطلاق، خلاص عشان نبقى متفقين ماشي كده. نبتديها اهلي زمالك، وبعدين نختم بالاثنين حنفي القبه المحايده. خلاص اتفقنا. فارس، مين طرفي النهائي؟ اهلي وبيراميدز. اهلي وبيراميدز. الناحيه الثانيه شابوني، من طرفي النهائي؟ بين سيراميكا والاهلي قريبه، مش ما تقدرش تقول، بس قول لي الاحساس. احساسي انا يبقى اهلي وبيراميدز. اهلي وبيراميدز. اتمنى الزمالك يكسب طبعا، بس مش حاسسها عشان دونجا والفينو هيقفلوا معانا جامد. درش. باذن الله الاهلي والزمالك. باذن الله الاهلي. دوافع احمد عبد الرؤوف، حاسس ان هو لسه ماسك الزمالك، عنده دوافع اقوى من المدير الفني السابق يعني. احساسي هنكسب بيراميدز يعني. اهلي والزمالك. اهلي والزمالك. انا احساسي كده ان الزمالك هيخرج بيراميدز، قلت لك قبل الحلقه. يا رب. انا هفهمك انا بقى. يلا. ده مسافر فهي السفريه بالنسبه له تبوظ. نكمل. ضربت. هو نفسه اهلي وزمالك. اهلي وزمالك اللي هو الشكل ده اللي هو انا جاي بقى سفريه العنوان. ايوه العنوان. عايزين نحلل اللقمه. بالظبط كده. زيزو. اهلي وزمالك. اهلي وزمالك برضو؟ اهلي وزمالك اتوقع يعني. يعني عشان الحسبه كلها بس تبقى الناس معانا، هي بيراميدز على الورق هو اقوى فريق في الاربعه حاليا، باستقرار فني وككوره وككل حاجه. بس حسبه البطولات دايما الاهلي والزمالك بيخرجوا بره المعادله دي بحاجات انت ما تستسعرهاش، يعني ما تقدرش تحكم عليها او تحطها في اطار ليه علاقه باي فنيات. يعني ممكن تطلع من البطوله دي عادي الاهلي والزمالك في النهائي بسيناريوهات غريبه جدا، بس عشان الفرق دي في البطولات اللي زي دي سواء اهلي او زمالك لا بيعرفوا، عندهم الارث ده وعندهم التاريخ ده وعندهم الشخصيه دي وعندهم الجمهور، عندهم حاجات كتير قوي. فهي دي اللي ممكن تخليك في مباراه 90 دقيقه تفوق الزمالك في مباراه عن بيراميدز مثلا، حتى لو بركلات الترجيح يعني. هل وارد انه يبقى النهائي سيراميكا وبيراميدز؟ ما في حكام اجانب طبعا. انت اكدت في حكام اجانب، فاكيد اهلي وزمالك. يعني لا هم نفسهم اعتقد يعني اهلي وزمالك في النهائي. بس يمكن الحكام الاجانب بيشتغلوا ثالث ورابع. ماشي ممكن برضه، بس لا ملهاش علاقه يعني، ملهاش علاقه. وارد سيراميكا يكسب الاهلي وبيراميدز يكسب الزمالك لو بالمستوى الحالي للفرق بيراميدز كل حاجه من الزمالك وسيراميكا افوق من الاهلي. يعني لو بالمستوى الحالي للفرق النهارده بالظبط. بس هي الفكره زي ما عماره كان بيتكلم ان في الماتشات اللي هي ماتش واحد فانت عندك قدره انك تضحي بحاجات كتير، مش لازم ابني اللعب، لو انا ما بعرفش ابني اللعب مش لازم اهاجم كتير، مش لازم اخاطر كتير، فبالتالي بقلل الريسكات اللي عندي، بقلل المخاطر اللي عندي، فده دايما بيزق في صالح الفرق اللي بيبقى عندها الجزء الجماهيري والجزء اللي فيه دافع كبير. بص مليون في المية بقى انا متفق معاك في الحته ديت. الزمالك عنده ميزه قد يتخيل البعض احيانا، ويمكن جمهور الزمالك اللي مش متفائل هتلاقي شابوني بص عمال كده ما عندوش حاله تفاؤل، مصطفى يقول لك تمنيات بس هو ما عندوش حاله التفاؤل. بس اللي بيميز الزمالك دايما هي الحته بتاعه الجمهور والحته بتاعه طبعا الرهان على الجمهور بتفرق جدا. الماتش الواحد، حته الماتش الواحد حتى عاطف قطه قالها الزمالك بيعرف يعمل الماتش الواحد اللي يكسب بيه بطوله، يكسب بيه سوبر افريقيا، يعرف يعدي بيه مرحله صعبه. على فكره كابتن انا متفائل بتغيير المدرب قبل الماتش بتاع بيراميدز، لانه يانك فريرا كان وصل لمرحله فنيا الفرقه تحت الارض، افكار التحضير ما بقتش موجوده، قدره الفرقه صناعه الفرص مش موجوده، وفقد ثقه اللعيبه، فانهزاميه غير عاديه، ما بقاش عارفين نكسب. وجد روح جديده الكابتن احمد عبد الرؤوف، وعمل حاجه ما كانش بيعملها يانك فريرا مؤخرا، ان انت لما تجيب جون وترجع تعرف تحضر تحت الضغط. ماشي. دي كانت حاجه مفتقدينها في الزمالك، انت جبت جون اعرف تحضر تحت الضغط، اطلع على مساحات لان خط الهجوم بتاعك مش فايق في المساحات الضيقه. وجبنا وجاب بيها جونين وكسب الماتش اللي فات. هنتكلم في التفاصيل اكتر فنيا، بس خلينا بس نبقى متفقين انه هي ملهاش ثوابت يعني. لا طبعا. اول لما تقعد تتخيل كده ان الكوره فيها معطيات، لا هي ملهاش ثوابت وما بتمشيش بالشكل ده. نهائي كاس مصر يا ابراهيم. نهائي كاس مصر، بيراميدز بطل دوري ابطال افريقيا، برافو عليك. الزمالك ناقص منه زيزو والمشكله بتاعت زيزو. ايوه عشان كده لما 11 قصاد 11 بعيد خالص، وده من 4 شهور يعني. والزمالك عمل ماتش كبير وكان متماسك جدا، والجمهور ادى دفعه وكسب البطوله.